السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي في فيديو جديد. يترقب جمهور الأهلي مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام غدا السبت في جنوب أفريقيا. وترسم نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز غدا السبت طريق الفارس الأحمر بالبطولة، فكل طريق له العديد من السيناريوهات التي من الممكن التي تؤهل الأهلي في البطولة، والتي هي كالتالي. الطريق الأول في حال فوز الأهلي على صن داونز. طبعا في حال فوز الأهلي على صن داونز هيوصل كده للنقطة السابعة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن صن داونز اللي هو في المركز الثالث، وخلفه الهلال صاحب المركز الثاني، ويمكنه التأهل في الحالات الآتية: الفوز على الهلال السوداني والقطن الكاميروني بغض النظر عن المواجهات الأخرى عشان توصل النقاط ل 13 نقطة كده وهو يبقى في الصدارة. الفوز على الهلال السوداني والتعادل مع القطن الكاميروني هيوصلنا للنقطة 11، وساعتها هنصعد بغض النظر عن المواجهات الأخرى، لأن هيكون أقصى عدد لنقاط الهلال 12. ده في حالة فوزه على صن داونز اللي هيوصل ل10 نقط لو فاز على القطن. أما في حالة فوز صن داونز سيكون رصيد صن داونز 13 نقط مقابل 9 الهلال، والأهلي وصن داونز 11 نقطة مقابل 10 نقاط للهلال. هي لفة وحوار كبير وعايزة اللي ركز معايا. الفوز على القطن والتعادل مع الهلال حينها هيوصل الأهلي ل 11 نقطة، وكده احنا صعدنا الربع النهائي بنفس السيناريو. طيب الخسارة من القطن والفوز على الهلال حينها الأهلي هيوصل ل10 نقط، وحينها لازم يتعادل مع الهلال على أقصى تقدير مع صن داونز أو فوز الفريق الجنوب أفريقي عشان يتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة، أو حل آخر عدم تحقيق صن داونز 4 نقاط بمواجهة الهلال والقطن. طب الطريق التاني إن هو يتعادل مع صن داونز. لو تعادل الأهلي مع صن داونز كده هنبقى ب5 نقاط مقابل 8 للفريق الجنوب أفريقي و9 للهلال. الفوز على الهلال والقطن يوصل الأهلي للنقطة 11، ويصعد بها الفريق في حالة فوز أي من الهلال أو صن داونز على بعضهما في الجولة الخامسة. طب لو الفوز على القطن والتعادل مع الهلال حينها يجب أن يخسر صن داونز لقائه أمام الهلال والقطن، أو ينتهي لقاء القطن بالتعادل. التعادل مع القطن والفوز على الهلال حينها يجب أن يكون الفوز على الهلال بفارق هدفين مع خسارة الهلال من صن داونز. طب الطريق الثالث الخسارة من صن داونز. لو الأهلي خسر من صن داونز كده هو هيتوقف عند النقطة 4 مقابل 9 الهلال و10 لصالح صن داونز، ومعها لا يوجد سوى حلا وحيدا هو فوز الأهلي على القطن مع خسارة الهلال من صن داونز، ثم فوز الأهلي على الهلال ليتفوق على الهلال بفارق نقطة. وفي حالة تعادل الهلال مع صن داونز يجب أن يفوز الأهلي بفارق هدفين في لقاء الهلال في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. حبايبي وأخواتي، استنوني في فيديو جديد، ويا رب إن شاء الله بإذن الله يوفق الأهلي وخير يا رب إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله خير في دوري أبطال أفريقيا وفي كل الدورات. وأرجو اللايك ومتابعة للقناة.